رسالة المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي مع الجابون، بزاف الناس كتسائل وكنشوف فيديوهات كيتحطوا اين هو الياس بن المختار. شوف بزاف الناس ما عارفينش الياس بن المختار، النادي ديالو نادي موناكو الفرنسي ما خلاهش يشارك مع المنتخب المغربي في كاس العالم للشباب، كاس العالم لقل من 17 سنه. لماذا؟ خافوا من الاصابه ديال الياس بن المختار. هو لاعب مهم، لاعب تكنيسيان، لاعب كواري بكل صراحه، وكيتنبؤوا له بواحد المستقبل كبير. مني شافوا يانيس بن شاوش الجارديان ديال المنتخب الوطني المغربي والجارديان ديال نادي موناكو، مني تصاب وتضرب في كاس العالم للشباب اللي قل من 20 سنه، نادي موناكو خافوا يرجع حتى هو مصاب بحال يانيس بن شاوش، يوقع له ما وقع ليانيس بن شاوش. ولاعب هو مهم وكيتنبؤوا له بواحد المستقبل كبير. كلشي عارف الياس بن المختار شنو قدم في كاس افريقيا، قدم مباريات رائعه، لاعب راه حنا كنا كنقولوا هذا هو القطعه اللي ناقصانا في المنتخب الوطني المغربي. لاعب كواري، شي كواري بكل صراحه. انا بصراحه انايا من المعجبين ديال اللاعب، ولكن قدر الله ما شاء فعل. اللاعب ما كانش حاضر معنا في المنتخب الوطني المغربي بسبب النادي ديالو اللي ما عطاش الاوردر باش يجي يحضر في المنتخب الوطني المغربي اللي قل من 17 سنه في كاس العالم. شوف نتمناو خير ونتمناو هذا المنتخب هذا ديال قل من 17 سنه، نتمناو له التوفيق.